كنت في وقت من الأوقات بشتغل في شركة، والشركة دي كانت المقر بتاعها إيجار. فجي وقت إن صاحب المكان ده عايزه، فكلم مدير الشركة وقال له إن هو قدامه 2 أو 3 شهور بالكتير عشان يطلع من المكان. طبعا صاحب الشركة بدأ يدور على مكان تاني، وكلفني أنا و3 موظفين إن إحنا ندور. يعني كل واحد فينا راح يدور في حتة، وكل واحد يرجع بتقرير. بس المشكلة كانت الأسعار عالية جدا، أسعار الإيجارات يعني كانت عالية جدا جدا، والإيجار اللي احنا بندفعه كان أقل بكتير من الأسعار الموجودة. فبصراحة حصلت لنا كلنا صدمة. يعني كل اللي كان بينزل يدور كان بيفتكر بقى إنه هيلاقي مثلا الإيجار أعلى من اللي احنا فيه ده بحاجة بسيطة، يبص يلاقي الإيجار ممكن يبقى ضعف و3 أضعاف وأحيانا 4 أضعاف. فطبعا ما كانش فيه حل غير إن احنا ندور على مكان رخيص. وفعلا بدأنا نتحرك وندور على مكان رخيص، لحد ما أنا في مرة كنت بلف في شارع من الشوارع كده، لقيت فيلا مكتوب عليها للإيجار، بس هي كانت شكلها فيلا قديمة شوية، ويعني اتوقعت ان ممكن يكون ايجارها قليل، واسمها برضو ان مقر الشركه يبقى في فيلا. كان في يافطه متعلقه على باب الفيلا مكتوب عليها للايجار وفيها رقم تليفون، فرحت متصل بالرقم ده. فرد عليا واحد صوته غريب جدا، يعني انا مش قادر احدد من صوته هل هو شاب ولا عجوز ولا صوته غريب كده. المهم اتفق معايا على الميعاد، وبعديها رحت مكلم مدير الشركه واتفقنا على المسؤولين ان احنا هنتقابل كلنا في الميعاد ده عشان نتفرج على الفيلا. كانت قديمه جدا ومهلكه وباينه جدا من بره، يعني كانت عباره عن دورين بس، والدور الاولاني تحس كده ان هو الحيطان بتاعته دايبه من بره، حتى من جوه لسه ما دخلناش. المهم لقينا واحد واقف على الباب كده، تقريبا هو ده صاحب المكان، وراح مدخلنا جوه المكان وقعدنا نتفرج. طبعا المكان كان مستهلك تماما من جوه، الحيطان دايبه، حتى كان فيها باركيه خشب، بس الباركيه بقى كان بيزيق وفاكك من بعضه، يعني عايزه توضيب بطريقه رهيبه. بس طبعا سعر الايجار بتاعها كان قليل جدا، يعني يكاد يكون قد الشقه اللي احنا كنا قاعدين فيها. فطبعا دي حاجه كويسه، انت هتأجر فيلا بسعر شقه، واسمك برضو مقر الشركه في فيلا مستقل، ولا فوقيك جيران ولا عندك بواب ولا القصص دي كلها، كل حاجه انت مستقل بذاتك فيه. بدأنا بقى احنا وكل الموجودين نتوزع في المكان ونتفرج عليه. طبعا كان في اوض مقفوله، وهو صاحب المكان قال لك مش هينفع تفتحها لان فيها حاجات خاصه بيه، ولو هتفتحها يبقى الايجار هيزيد شويه. فصاحب الشركه طبعا قال لك لا خلاص، احنا محتاجين بس اوضه للمدير واوضه للموظفين واوضه للاجتماعات. بس اوضه الاجتماعات دي قال اجلها شويه، مش دلوقتي، خلينا نتكلم كده في صاله كبيره للموظفين واوضه المدير والمطبخ والحمام، الدور الارضي بس يعني. المهم كتب معاه عقد ب5 سنين. طبعا المدير كان فرحان جدا، كانت عاجباه جدا الفيلا يعني، وبعدين مبسوط بقى انه هيجي يركن بقى عربيته قدام الباب كده وبتاع. بس واحنا بنتفرج على المكان لفت نظري ان في اوضه كده مفتوحه، بس لما تدخل جواها مطربه تماما. وبعدين فوجئت ان الاوضه دي جواها عفش بتاع شركه، يعني كراسي شركه ومكاتب، كأن اساس مكتبي، يعني ما يبانش خالص انها كانت حاجه سكنيه. فواضح ان اللي كانوا ساكنين قبلينا، وده طبعا باين ان هو من زمن طويل لان الجو تراب كله على الاخر، واضح ان المكان كان متأجر لشركة قبل كده. بعد ما كتبنا العقد واستلمنا المفاتيح، بدأنا بقى نجيب عمال عشان يوضبوا لنا المكان، يوضبوا بقى دهان ويوضبوا الباركيه اللي على الأرض ده، والحمام طبعا كان متدمر تماما، تقريبا ما كانش فيه حمام. والعمال بدأت من تاني يوم على طول تشتغل في المكان، وخلصوا بعد 10 أيام وراحوا مسلميننا المفتاح، والمكان تمام التمام، مدهون وحمام جديد والمطبخ متظبط كله تمام. وبعدها بدأنا ننقل العفش بتاعنا من المكان القديم للمكان الجديد. بعد ما خلصنا عملية النقل، المدير ادانا اجازة كده 3 ايام عشان نرجع بقى الشغل واحنا بمنتهى الحماس والنشاط. وبعد ما الاجازة خلصت بدأنا اول يوم شغل. المكان كان جميل جدا، واحنا كنا عبارة عن 3 موظفين بس في المكان، والمدير بتاعنا ده، وفي عمال، بس احنا المكان كله اللي قاعد فيه هم ال3 موظفين والمدير ده. بس طبعا المدير بتاعنا ما كانش بيجي كل يوم. وبدأنا بقى نرص حاجتنا في المكاتب وفي الدواليب، وظبطنا الدنيا تمام التمام. بس بقى واحنا قاعدين كان بيحصل حاجة غريبة جدا. يعني مثلا لما واحد فينا يقوم يروح الحمام، وواحد فينا مثلا ينزل يشتري حاجة، التالت اللي كان بيبعد لوحده ده كان بيسمع كده صوت كيبورد، صوت لوحة مفاتيح، كأن حد بيكتب حاجة. والصوت ده كان بيبقى جاي من الأوضة اللي هي فيها تراب اللي أنا قلت لكم عليها في الأول. صوت كده كأن واحد بيكتب بسرعة مستعجل، والصوت ده كل شوية يروح ويجي كده بطريقة تغيظ يعني. طبعا اللي كان قاعد كان بيفتكر إن الصوت ده يعني حاجة كده بيتهيأ له، هو بيتهيأ له بقى من الهدوء الموجود في المكان، لأن الهدوء كان كارثي، هدوء مرعب، يعني أنت لو سكت كده ما تسمعش حاجة خالص. طبعا الموضوع كان مقلق شوية، بس احنا قلنا عادي يمكن بيتهيأ لنا ولا حاجة. بس بدأنا نحس إن في حاجة كده مش مظبوطة. المهم مشيت الدنيا على كده، بس بدأت تحصل حاجة جديدة، وهو إن واحنا قاعدين نلاقي فجأة الكهرباء بتقطع كده من غير أي مبرر. وعين مثلا لما نروح عند التابلو أو المكان اللي فيه الكهرباء، مصدر الكهرباء، نلاقي كل حاجة شغالة تمام، لا في مفاتيح باظت مثلا ولا الكهرباء مقطوعة حتى عن المنطقة. وانت قاعد كده تلاقي الكهرباء رجعت لوحديها، تفهمش فيه ايه.
واحيانا بقى ما كانتش تقطع مره واحده كده، يعني تبص تلاقيها كده بتقطع بالتتابع، مره المطبخ يقطع، ومره الصاله تقطع، ومره الاوضه اللي في الجنب دي اللي هي المطربه تنور لوحديها، مع ان اللمض اللي فيها طبعا شكلها قديم جدا ومستحيل تكون شغاله. فكان بيحصل شويه حاجات كده مخلينا قلقانين من المكان، بس يعني ايه الدنيا ماشيه على كده. كنا فرحانين بقى ان احنا كل يوم بقى بنروح الفيلا وبنيجي من الفيلا. المهم في مره وانا جاي بدري، والكلام ده طبعا تقريبا بعد اسبوعين من ما قعدنا في المكان، لقيت واحد كده لابس جلابيه وشكله غريب قوي وقاعد على باب الفيلا. فسالته انت مين؟ فراح قال لي انا الغفير بتاع الفيلا. فانا قلت له لا، احنا الفيلا ما فيهاش غفير، صاحب المكان ما اتفقش معانا على كده ولا مكتوبه في العقد. فلقيته بيقول لي ان هو جاي هنا بناء على اوامر صاحب المكان، وان صاحب المكان عايزه يبقى موجود هنا يوميا وياخد باله من الفيلا. فانا استغربت جدا، فرحت متصل بمدير الشركه على طول وقلت له الراجل صاحب المكان جاب لنا غفير هنا في الفيلا. صاحب المكان بيقول ما فيش مشكله، هينفعنا برضه ومين هيحرس المكان عشان ما نبقاش قلقانين. المهم رحت قافل معاه ورحت داخل على المكان عامل لي كوبايه شاي كده وبدات اشتغل. كانوا زمايلي التانيين لسه ما جوش، وانا قاعد بقى بشرب الشاي على المكتب سمعت صوت تقليب معلقه، كان حد بيقلب معلقه في المطبخ كده. الصوت كان باين جدا انه في المطبخ. احنا كنا معينين ساعي بس الساعي ما كانش جه لسه. المهم رحت قايم عشان اشوف في ايه، طبعا ما لقيتش حاجه في المطبخ. وشويه كده وزمايلي بقى كلهم جم والساعي الجديد جه، ورحنا معرفينه بقى مكان القهوه والشاي وكل حاجه. وبدات الحياه تمشي بقى عادي خالص، كل يوم نروح نشتغل نخلص على الساعه 5 ونمشي. بس في مره وانا جاي، وفي اليوم ده كنت رايح بدري قوي، لقيت الغفير قاعد بيشرب شاي كده على باب الفيلا. فرحت قاعد معاه وقعدنا ندردش شويه، يعني قعدت اساله بقى على الفيلا دي مين اللي كان ساكن فيها قبل كده وليه سابوها. راح قال لي ان المكان ده كان شركه كبيره جدا وفيها موظفين كتير، كل الادوار اللي انت شايفها والاوض دي كانت مليانه بالموظفين. كانت شركه بتشتغل في التجاره، وكانت شركه ليها اسم كبير جدا في السوق. بس في وقت من الاوقات حصلت لهم حادثه جامده جدا، بعديها الدنيا اتقلبت تماما. فانا طبعا الفضول اكلني وكنت عايز اعرف ايه الحادثه اللي حصلت دي. فسالته قلت له حصل ايه؟ فراح باصص لي كده بصه اللي هو مش عايز يتكلم. بس انا بقى رحت ضاغط عليه وقلت له احكي لي، يعني احنا بندردش مع بعض مفيش مشكله خالص، انا مش هقول لحد اي حاجه. قال لي في مره كان الموظفين جايين ولما دخلوا الفيلا لقوا واحد زميلهم مقتول. طبعا بعد ما قال لي الكلمه دي انا قلقت جدا وكنت عايزه يكمل كلامه، لكن لقيته فجاه راح قاطم كده، يعني راح قاطع الكلام. انا سالته طب وحصل ايه بعد كده؟ لقيته راح باصص لي كده، حسيت ان هو قلقان جدا. ولقيته بيقول لي بقول لك ايه يا باشا، انا خلاص حكيت لك اللي انا اقدر عليه، بعد كده مش هقدر احكي. حضرتك عايز تعرف اي تفاصيل كلم صاحب المكان واعرفها منه. طبعا استغربت جدا، بس هو كان ظاهر على وشه ملامح توتر غير عاديه، وكان تقريبا ندم ان هو حكى لي حاجه زي كده. المهم لقيته فجاه راح قايم من مكانه وراح ماشي. ورحت انا داخل المكتب ومكمل اليوم عادي، ما رضيتش احكي لاي حد عن الموضوع ده. بس طبعا قعدت تدور في دماغي شويه تساؤلات كده، يعني ليه الغفير ما رضيش يتكلم؟ ايه السر اللي هو ممكن يكون مخبيه؟ وفضلت افكر في الموضوع ده كتير جدا، ويعني فكرت ان انا احكي لمدير الشركه واقول له، بس قلت بلاش اعمل بلبله طالما الدنيا ماشيه تمام كده. وفي يوم تاني خالص جيت بدري برضو، انا كنت بحب اروح بدري قوي عشان لما يبقى عندي شغل مثلا وعايز اخلصه يبقى ما فيش حد موجود وما يبقاش في دوشه في المكان، هو اصلا المكان هادي وما فيهوش حد يعني. المهم دخلت اعمل لي كوبايه شاي، لسه احط المعلقه في الكوبايه سمعت صوت التقليب، بس المره دي بقى جاي من بره من الصاله. فتوقعت قلت يمكن حد من الزملاء جه. طب ولو حد من الزملاء جه هيعمل الشاي بره ليه؟ ما اكيد هيدخل المطبخ عشان يعمله. فطلعت من المطبخ عشان اشوف في حد بره مثلا ولا كده، ما لقيتش حد. رحت راجع على المطبخ ومكمل كوبايه الشاي بتاعتي ورحت قاعد على مكتبي لحد ما زمايلي جم، وكان نفسي قوي ان انا اقول لهم الحاجات اللي بتحصل دي، بس ما رضيتش لاني خفت لايه، زي ما قلت لكم كده، خفت لاسير البلبله. فسكت خالص ومشيت الدنيا كده لحد ما يحصل حاجه. يعني في حد من اخواتنا المتابعين الاعزاء اقترح عليا اقتراح جميل جدا، وهي ان انا احكي برضو في القناه هنا ما يبقاش كله رعب، يعني نعمل تنويع ونحكي جرائم وقضايا. فلو عجبتكم قولوا رايكم في الكومنتات، ولو كده ممكن نعمل حلقه جرائم وقضايا وحلقه رعب، وان شاء الله لما نزود حلقه ثالثه في الاسبوع ممكن نظبطها، نشوف انتوا بتحبوا ايه اكتر ونزود منه. ماشي، متشكر جدا على التفاعل بتاعكم وعلى كل واحد بيدوس لايك اول ما بيشوف الفيديو. يلا بينا نكمل. مرة من المرات مدير الشركة اتصل بينا وقال لنا ان هو عايز يفتح الأوضة اللي هي المقفولة عشان يعملها أوضة اجتماعات، بحيث ان احنا هنزود موظفين في المستقبل يبقى عندنا أوضة اجتماعات نقدر نجتمع فيها بدل ما نقعد في الصالة كده ويبقى المنظر مش لطيف. فطبعا رحنا كلنا داخلين على الأوضة دي، خدنا الساعي معانا وفتحنا الباب طبعا ما كانش راضي يتفتح، المفتاح راكب بيلف على الفاضي. المهم اتصرفنا وفتحناه. لما دخلنا الأوضة كانت أوضة مطربة تماما، وكان واضح ان هي كانت الارشيف بتاع المكان، يعني المكان اللي بيحفظوا فيه الاوراق. طبعا المكان كان مليان رفوف حديد ودواليب وكراسي مكسره وحالته حاله. فبدا الساعي بقى يطلع الحاجات الموجوده جوه يحطها بره عشان ينظف المكان ويروقه تماما ويخليه جاهز ان هو يبقى غرفه الاجتماعات. المهم احنا سبناه ورحنا نكمل شغلنا. شويه كده ولقيناه بيصرخ حته صريخه
طبعا كلنا جرينا على الأوضة، لقينا دولاب من الدواليب وقع على رجله ومش عارف يتحرك من تحتيه. بسرعة حاولنا نرفع الدولاب، لكن الدولاب كان تقيل جدا، وبالعافية ما قدرنا نرفعه ونطلع الساعي من تحت. بس طبعا الراجل اللي هو الساعي ده اتصاب إصابة جامدة جدا ومبقاش قادر يمشي على رجله، فروحنا واخدينه كلنا وطالعين على المستشفى. بس واحد فينا فضل في المكتب، ولما راحوا المستشفى وكشفوا عليه لقوا ان رجله اتكسرت ومحتاجه انها تتجبس ويرتاح اسبوعين او 3 اسابيع في البيت. انا سبت زميلي التاني معاه في المستشفى ورجعت على المكتب. لما رجعت المكتب لقيت زميلنا التالت اللي كان قاعد لوحده ده حالته صعبه جدا، مش عارف يتكلم. بقول له مالك في ايه؟ بيقول لي ان هو دخل الاوضه اللي كان فيها الارشيف دي. اول ما دخل وقف جوه الاوضه في النص كده، سمع حد بيضحك من ورا الدواليب، صوت حد بيضحك بطريقه مخيفه. طبعا هو خاف جدا يبص يشوف مين ورا الدولاب، وراح طالع قاعد بره تاني. وشويه كده وهو قاعد سمع صوت الصرخه بتاعت الساعي. طبعا انا بعد ما حكى لي الكلام ده ما رضيتش ان انا احكي له على اللي حصل لي، يعني انا بصراحه حسيت ان انا هخوفه اكتر، بس هو كان باين في عينيه جدا ان عنده كلام كتير عايز يقوله. المهم سكتنا على كده وعدى اليوم. تاني يوم جينا احنا الثلاثه، والمفروض ان احنا في اليوم ده عندنا شغل وهنسهر بعد الساعه 5، وبدانا نشتغل من الصبح عشان ما نسهرش كتير، يعني نخلص الشغل ونمشي بدري. بس طبعا ما كانش هينفع نمشي الساعه 5 لان الشغل ده لازم يخلص النهارده، مش هينفع نمشي من المكان الا لما يكون خلصان. على الساعه 7 بالليل كده سمعنا صوت البرينتر او الطابعه بتعمل كانها بتطبع لوحدها كده، وهي قدامنا بس هي بعيد عننا، يعني مش شايفينها قريب مننا. واحد من زمايلنا راح يشوف في ايه، واتفاجئ انه لما راح عند البرينتر لقى انها مش متوصله بالكهرباء، مع ان الصوت كان واضح جدا. ولما رجع عندنا قال لنا دي مش شغاله، دي مفصوله حتى من الكهرباء. وهو بيقول الكلمه دي لقينا الصوت رجع تاني. طبعا اللي حكى لي القصه دي بيقسم لي انها حصلت بالحرف، وانا كمان يعني دايما بزود كده حاجات في القصص بتاعتي عشان تزود جو الرعب اكتر. انا القصه دي ما زودتش فيها حاجه خالص، كل اللي هتسمعوه هنا حصل حقيقي. بعد الصوت بتاع البرينتر ده فجاه كده ظهرت ريحه بخور، مش بخور عاديه، لا ده البخور اللي هي بتلاقيها في الجنازات وفي الاماكن اللي فيها مثلا اموات وحاجات كده. ضلنا قاعدين كده نبص لبعض واحنا مش عارفين نقول ايه. المهم كملنا شغلنا وخلصنا وروحنا. وتاني يوم كان المفروض ان احنا برضه هنقعد بعد الساعه 5، وبدانا نشتغل. واحد من زمايلنا راح داخل الحمام وفضل قاعد في الحمام كتير جدا، يعني هو دخل تقريبا الساعه 6 ودلوقتي الساعه 7 وشويه وهو ما طلعش. فاحنا قلقنا عليه، فروحنا قايمين نخبط عليه الحمام انا وزميلي التاني، ما ردش. قعدنا نخبط جامد جدا ما ردش، فتوقعنا ان هو ممكن يكون حصل له حاجه، فاضطرينا اننا نكسر الباب. ولكن لما دخلنا الحمام ما لقيناش حاجه. طبعا كان موقف غريب جدا، لان احنا شفناه بعينينا وهو داخل الحمام. راح فين؟ وحتى لو خرج كنا لازم هنسمع صوت باب الحمام وهو بيتفتح. واستغربنا اكتر لما جينا نتصل بيه لقينا تليفونه مقفول. طب راح فين؟ المهم خلصنا شغلنا وروحنا في الليله دي. تاني يوم جينا لقينا الزميل التالت ده جه عادي خالص كده ولا كأن في حاجه. فطبعا سألناه انت كنت فين يا ابني؟ انت مش دخلت الحمام؟ رحت فين بعد كده؟ لقيته راح باصص لي كده باستغراب، ولقيته بيقول لي فين ايه؟ ما انا خارج قدامكم الحمام امبارح وقلت لكم ان انا تعبان وعايز اروح وانتوا قلتوا لي ماشي. طبعا بعد الموقف ده كلنا اتأكدنا ان المكان فيه حاجه مش مظبوطه، وقعدنا نبص لبعض كده نظرات اللي هي ايه، كل واحد فينا عنده كلام عايز يقوله بس ماسك نفسه، لحد ما بدأ كل واحد فينا يحكي عن اللي حصل له. في اللي قال لك ان هو سمع صوت تقليب الشاي اللي انا سمعته قبل كده، وفي واحد كان بيسمع اصوات خطوات ماشيه فوقيه في الدور اللي فوقيه، وفي واحد كان ساعات بيحس ان الورق بيتغير مكانه من على المكتب، حاجات كتير. ده غير ان واحد مره بيقول ان هو شاف واحد واقف جوه الاوضه المتربه دي. وبدانا كلنا ناخد القرار ان احنا لازم نكلم مدير الشركه ونحكي له على اللي حصل. وفعلا لما اتصلنا بيه اتفاجئنا من رد فعله، كان زعلان جدا وعمال يزعق فينا وحاسس ان احنا بنتدلع، وعمال يقول لنا عفاريت ايه وبتاع ايه، انتوا بتخرفوا، انتوا بتدلعوا، انا مش عايز اسمع كلام زي ده تاني ابدا، واللي مش عاجبه الباب يفوت جامد. طبعا بعد ما قفلنا معاه حصلت لنا حاله كده من الحزن والزعل والخوف في نفس الوقت، لان هو مش حاسس باللي بيحصل، لان هو ما بيجيش، يمكن لما يجي ويشوف الاحداث دي يعرف ان الموضوع مش مظبوط، ولكن هو ما اقتنعش بالكلام بتاعه. بس بعد مكالمته دي بيوم تقريبا لقينا جاي على الشركه، واول ما دخل قعد يسالنا بقى فين هي العفاريت اللي انتوا بتقولوا عليها دي، وقعد بقى يتريق علينا كده، وراح داخل قاعد في مكتبه، وقعدنا احنا نكمل شغلنا. شويه كده وسمعنا رزعه جامده جدا في الاوضه اللي فيها الدواليب. المدير طلع من مكتبه وهو مخضوض، في ايه يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ راح على الاوضه، كلنا رحنا معاه طبعا، لقينا مفيش حاجه. قعدنا نبص لبعض كلنا ونبص للمدير وهو شايف في عينينا كاننا بنقول له شفت، احنا ما بنكذبش عليك. المهم ان هو حاول يمسك نفسه قدامنا، وفي الاخر قال لنا ايه، خلاص كل واحد يرجع على مكتبه وهنشوف الموضوع ده بعدين. وراح سايبنا ودخل على المكتب بتاعه. شويه كده
ولقيناه طالع من المكتب وعلى وشه ملامح رعب غير عاديه، وكان واقف قدامنا كده مشدود ومش عارف يتكلم. واحد من الزملاء قعد يساله في حاجه يا فندم؟ حضرتك خرجت ليه من الاوضه؟ ما كانش عارف يتكلم، كلام محبوس في بقه. شويه كده وبعد ما بدا يستعيد اعصابه بيقول لنا ان هو جاي يفتح باب المكتب لقى نفسه قاعد جوه. طبعا هو بيقول الكلمه دي كلنا قلوبنا وقعت في رجلينا، على وشه ملامح رعب غير عاديه، مش مصدق ان الكلام ده بيحصل. كان بيقول ان هو شاف نفسه للحظات، يعني بمجرد ما فتح الباب اختفى على طول. بس طبعا كانت حاجه مرعبه جدا لانه شاف نفسه بكل وضوح وقاعد على المكتب عادي خالص وبيشتغل، يعني كانه ما خرجش. طبعا بعد الموقف اللي حصل له ده خلاص ما بقاش قادر يعاند معانا ولا يقول لنا ان ما فيش حاجه بتحصل وان المكان ده نظيف والكلام ده، خلاص. فبدأ بقى يفكر ازاي هننقل من المكان ده، بس هو ما كانش عايز يقولها صراحة قدامنا كده لان هو طبعا معهوش يعني امكانية ان هو ينقل، امكانية مادية، بس طبعا في خطورة ان احنا نقعد في مكان زي ده. في وسط الكلام ده ما كان بيحصل لقينا الغفير اياها ده واقف لنا على الباب كده وبيضحك ضحكة غريبة جدا، بيبتسم بطريقة مرعبة. حتى واحد من زمايلنا قال له انت بتعمل ايه عندك هنا؟ ما ردش عليه وراح بص عليه من فوق لتحت كده وراح ماشي. طبعا احنا طلعنا وراه على طول عشان نعرف ماله في ايه، ولكن لما خرجنا وراه ما لقيناهوش. قررنا كلنا ما نروحش المكان غير لما الشركه تحل الموضوع. وطبعا المدير يعني التمس العذر لينا، ما قدرش انه يتكلم. مفيش مشكله، خدوا اجازه لحد ما نقرر هنعمل ايه. بس في مره واحد من الزملاء كان رايح عشان يجيب ورق مهم جدا عشان هيسلمه في مكان، فراح المكتب تقريبا على الساعه 7 بالليل او 8 كده. لما دخل المكتب لقاه كله منور، يعني كأن حد مولع الانوار وسايبها نسيها يعني. فراح بسرعه دخل ومطنش الموضوع ده لان عارف ان المكان ده مش مظبوط، وراح داخل على مكتبه عشان يجيب الورق. لسه هيجيب الورق بص لقى الساعي واقف عند الاوضه اللي فيها الدواليب، واقف يبص له بصه كده كانه متغاظ منه. كان شكله غريب جدا، والحته اللي هو كان واقف فيها دي كانت مظلمه خالص. راح زميلي واخد الاوراق اللي كان عايزها وطيران بره الفيلا، حتى نسي يقفل الباب. ومن ناحيه تانية انا في مره حلمت حلم غريب جدا. حلمت ان انا واقف في المكتب عادي كده، وبعدين سمعت صوت زمايلي الاتنين التانيين بيصرخوا، والصريخه دي كانت جايه من الاوضه اللي وقع فيها الدولاب على رجل الساعي. فانا قمت بقى عشان اشوف فيه ايه، ورحت داخل الاوضه لقيتهم واقفين جوه وجسمهم كله دم ووشهم مش باين خالص اي ملامح منه، وفي نفس الوقت وراهم ظل كبير جدا راح مغطي عليهم مره واحده واختفى. انا طبعا قمت من النوم مرعوب وقررت ان انا مش هروح المكان ده نهائي، والله لما يعملوا ايه ان شاء الله حتى اسيب المكان. بس الحمد لله جات لي مكالمه طمنتني، وكانت المكالمه دي من مدير الشركه اللي قال ان احنا هننقل، بس انتوا شوفوا لنا مكان بسرعه علشان نلحق ننقل حاجتنا وما نتعطلش. طبعا انا بعديها رحت رافع التليفون بتاعي على كل السماسرة اللي انا اعرفهم وقلت لهم عايزين اي شقه باي طريقه، وفعلا لقينا شقه كويسه بس طبعا ايجارها عالي جدا. ما هو انت شفت الايجار الرخيص عمل فيك ايه. رحت متصل بمدير الشركه ورحنا خلصنا فيها بسرعه، ورحنا جايبين شركه من اللي بتنقل العفش ورحنا نقلنا حاجتنا من الفيلا للمكان الجديد. بس لفت نظري حاجه غريبه جدا، وهي ان الغفير ما كانش موجود، ما ظهرش خالص. ولما سالنا عليه في المنطقه كل الناس قالت ان الراجل ده كان فعلا موجود هنا بس مات من زمان. ومن كتر الفضول رحت نازل المنطقه دي عشان اسال على الغفير ده، وسالت كل الناس. طبعا انا معيش صورته ولا حاجه، بس لما كنت ادي اي حد الوصف بتاعه كان يستغرب جدا ويقول لي الغفير ده مات من سنين، مفيش غفير في المنطقه خالص هنا، والمكان بتاع الفيلا ده محدش بيقرب له اصلا من ساعه الحادثه اللي حصلت فيه. واي حد كنت اساله كان يقول نفس الكلام بدون اي تغيير، يعني ممكن لو سالت حد من اول الشارع زي اخر الشارع زي نص الشارع كلهم بيقولوا نفس الكلام. بس في الوقت اللي انا كنت بسال فيه عن الراجل كنت كل ما اقرب من الفيلا احس بتقل في جسمي كده، يعني احس ان انا كل ما اقرب حركتي تتقل اكتر لدرجه اني مش عارف اقرب من الصوت. والكلام ده كل الناس قالته، كل الناس اللي في المنطقه يعني قالوا ان الفيلا دي فيها حاجه مش مظبوطه ومحدش بيقرب لها. ده حتى صاحب الفيلا ما بيظهرش بقاله سنين،